السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية حابب أشكر حضراتكم على حسن المتابعة ليا وعلى اشتراككم في القناة، وأتمنى الناس اللي ما اشتركتش عندي في القناة تشترك معايا بإذن الله. ان شاء الله باذن الله اول موضوع هنتكلم عليه النهارده هو موضوع محمد الشناوي. محمد الشناوي خلاص يا جماعه بنسبه 1,000,000% خلاص باقي في النادي الاهلي، ان شاء الله يكمل عقده مع النادي الاهلي. احنا كنا اتكلمنا من يومين ثلاثه تقريبا وقلنا ان شاء الله علي لطفي هيروح زد، والنهارده النادي الاهلي بيأكد على كلامنا اللي علي لطفي ان شاء الله رايح زد، ومحمد الشناوي اعلن اللي هو ان شاء الله باذن الله مستمر مع النادي الاهلي. طيب، تاني موضوع حابب اتكلم فيه هو موضوع امام عاشور. برضو من فتره اتكلمنا على امام عاشور وقلنا امام عاشور في النادي الاهلي بالفعل وبنسبه 100%. امام عاشور ان شاء الله في النادي الاهلي. الاهلي خلص مع امام عاشور واتفق معاه على كل حاجه، وفي الرتوش الاخيره جدا مع نادي ميتلاند الدنماركي اللي اللاعب بيلعب فيه دلوقتي. طيب، امام عاشور هيجي ان شاء الله باذن الله سنه على سبيل الاعاره من نادي ميتلاند، وفي العقد بتاعه بند اللي احنا الاهلي يحق بيه ليه بعد السنه دي ان شاء الله باذن الله اللي احنا نشتريه. فباذن الله امام يكون على قد المسؤوليه ويكمل وينسجم مع النادي الاهلي ومع اللعيبه بتاعت النادي الاهلي، ويبقى استمراريه لينا في خط النص ان شاء الله. وهو لعيب بسم الله ما شاء الله قوي، ولعيب احنا اتكلمنا عليه كتير، وان شاء الله هيفيد النادي الاهلي. طيب، في صفقه كمان ما كانتش ولا على الخاطر ولا على البال. الصفقه دي هي مصطفى فتحي. مصطفى فتحي عنده بند في مع نادي بيراميدز، اللي هو البيراميدز يقدر بعد الاعاره بتاعته السنه دي يفعل بند شراء. لغايه دلوقتي بيراميدز ما فعلش البند ده. طيب، ونادي التعاون بدأ بعت لمصطفى فتحي اللي هو لازم يسافر هولندا عشان ينضم ان شاء الله باذن الله للمعسكر الاعداد بتاعهم. بالنسبه لنادي التعاون ما عندوش اي مشكله اللي هم يبيعوا مصطفى فتحي عشان مشكله التجنيد بتاعته والسفر والكلام ده كله. والاهلي كان عنده رغبه السنه اللي فاتت اللي هو يشتري مصطفى فتحي، بس ما حصلش نصيب. السنه دي الاهلي بمجرد ما بيراميدز ما فعلش البند بتاع الشراء بتاع مصطفى فتحي، فالاهلي بيفكر فيه بنسبه كبيره جدا. فان شاء الله باذن الله نتمنى ان مصطفى فتحي ينضم للنادي الاهلي، لانه لعيب سريع ولعيب بيعرف يمرقص، لعيب رجليه عارفه طريق الجون، ولعيب هيفيد النادي الاهلي جدا جدا جدا، وهيعوض لنا ويدينا طعم محمد بركات. فان شاء الله نتمنى ان هو ينضم للنادي الاهلي ويكون اضافه للنادي الاهلي ان شاء الله. الكابتن محمود الخطيب عنده اجتماع بكره ان شاء الله مهم هيفتح فيه ملف اللعيبه الراحلين عن النادي الاهلي. واحنا اتكلمنا على علي لطفي وقلنا هيروح زد ان شاء الله. شادي حسين باذن الله رايح زد برضه. علي لطفي احنا قلنا علي لطفي خلاص زد. ايمن اشرف لا حاجه من الاثنين، لا يروح زد لا يروح البنك الاهلي. برونو سافيو زي ما احنا عرفنا اللي هو سافر خلاص. والتر بواليا ان شاء الله باذن الله هيروح الجونه. رأفت خليل بنسبه كبيره رايح قطر. وكريم الدبيس احتمال يطلع اعاره برضو ان شاء الله لزد. ومحمد اشرف احتمال يحترف. وكوكا وفخري لسه مستنيين العروض اللي عندهم، والكابتن محمود الخطيب هيدرسهم مع كابتن امير توفيق مدير التعاقدات في النادي الاهلي. ومكسوني برضو نفس الكلام بندور له على العقد، لان مكسوني اليومين دول عامل قلق شويه كده في النادي الاهلي وعامل مشاكل عشان لا يلعب لا ياخد قيمه العقد بتاعته كلها. طيب، بالنسبه لمحمود متولي والسوليه احنا عارفين اللي هم في المرحله الاخيره في الاعداد بتاعهم، الاعداد البدني بتاعهم. فان شاء الله باذن الله هو كده تم تاكيد غياب محمود متولي والسوليه عن مباراه الاهلي والزمالك يوم الخميس الجاي. فكده هم مش هيلعبوا معانا، ونتمنى لهم ان شاء الله التوفيق ويكونوا موجودين في المباريات التانية ان شاء الله. طيب، بالنسبه للكابتن محمود حسن تريزيجيه. محمود حسن تريزيجيه الهلال السعودي والاتحاد السعودي عايزين يتعاقدوا معاه، فنتمنى له التوفيق ان شاء الله. ونتمنى لمحمود تريزيجيه اللي احنا نشوفه في احسن نادي هو يتمناه، واحنا نحب نشوفه طبعا في نادي كويس باذن الله، لانه ابن النادي الاهلي. والراجل اعلن
حبه وانتمائه وتربيته في النادي الاهلي، فنتمنى له ان شاء الله باذن الله التوفيق. طيب بالنسبه لحارس المرمى بتاع النادي الاهلي وحارس مرمى منتخب مصر الاولمبي علاء حمزه. علاء حمزه طلع النهارده واعتذر عن اخطائه في الماتش بتاع امبارح وللجماهير كلها، والراجل زعلان جدا 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 عشان الكام خطأ دول هم اللي كلفوا خسارة مصر الكاس. فالراجل بيعتذر وبنتمنى له التوفيق، هو لسه لعيب صغير، مش عايزين نهاجمه، عايزين نسانده، وان شاء الله باذن الله نشوفه حارس منتخب مصر الاول باذن الله. طيب النهارده المحكمة الإدارية العليا رفضت طعن السيد المستشار مرتضى منصور وتؤيد عزله من رئاسة نادي الزمالك. نتمنى طبعا لنادي الزمالك، نادي الزمالك ده نادي كبير جدا ويعتبر القطب الثاني للكرة المصرية، هو والنادي الأهلي. مصر من غير النادي الأهلي ومن غير النادي الزمالك ما يعتبرش فيها كورة. فنتمنى لنادي الزمالك العظيم الاستقرار، و ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه ويرجع زي الاول، ونشوف مباريات جامده قوي ما بين الاهلي والزمالك، ولاعيبه كويسه ان شاء الله هنا ولاعيبه كويسه هنا، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرم النادي الزمالك والنادي الاهلي. طيب بالنسبه للجدول بتاع الدوري المصري، القمه ما فيهاش مشكله لانها خلاص محسومه للاهلي والتاني بيراميدز، وقلنا الزمالك وفيوتشر هما المشكله ما بينهم، هما اللي هيحددوا الثالث والرابع ما بين الزمالك وما بين فيوتشر. طيب تحت في قاع الدوري، في قاع الجدول الحماس كلها والمطوشه النار كلها. النهارده اتلعب ماتش ما بين المصري وفاركو، وقدر المصري يفوز على فاركو بنتيجة 3-0. طيب بكرة عندنا مطوشة ومباريات ضرب نار في الدوري المصري. المنافسة تحت شديدة قوي وجامدة قوي ونارية جدا جدا جدا. طيب عشان عندنا 8 فرق بينافسوا على البقاء في الدوري، ومنهم 3 فرق هينزلوا الدرجة الثانية. خلاص اتأكد نزول حرس الحدود، لسه في فرقتين من السبعة اللي احنا اتكلمنا عليهم امبارح وقلنا عليهم على المباريات بتاعتهم امبارح، فنتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. طيب بكرة عندنا 4 مطوشة ضرب نار. عندنا الداخلية هيلاعب الاسماعيلي، وغزل المحلة هيلاعب البنك الاهلي، سيراميكا هيلاعب بيراميدز، وطلائع الجيش هيلاعب اسوان. ال8 فرق دول عندهم مشاكل في الدوري وفي الارقام بتاعتهم، ونتمنى ان شاء الله باذن الله للمجتهد التوفيق باذن الله والبقاء في الدوري. في النهايه بشكر حضراتكم على حسن الاستماع، ومعلش بكرر تاني اللي ما اشتركش في القناه عندي يشترك، واتمنى لحضراتكم الخير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.